السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم بقناة سلمى. إن شاء الله هنعمل لكم وصفة جميلة جدا. هنعمل لكم الحواوشي بفول الصويا. جهزته معاكم قبل كده في القناة باللحمة. هنعمل دلوقتي مزيج من الفول الصويا واللحمة. ده شكل الفول الصويا. ده طبعا بروتين نباتي جميل جدا، وممكن تعمليه على طول بفول الصويا من غير ما تضيفي لحمة. ده المجروش وفي منه الحب. انا هحتاج هنا انا هنا معايا نص كيلو، خدت منه ربع، يبقى ربع كيلو على نص كيلو لحمه مفرومه. وهنا التوابل، هنحتاج التوابل اهي: كزبره، بابريكا، كمون، قرفه، فلفل اسود، هنا فلفل ابيض، وهنا الكمون، قلنا الكمون والبهارات والملح. ولو تحبي بصل توم تحطيه، او توم بودره تحطيه. وهنا توم عادي، هنا توم مفروم عادي. وهنحتاج طبعا هنا فلفل الوان او فلفل اخضر، يعني زي ما تحبي. وطماطم هنقطعها مكعبات. البصل ده طبعا حسب الكميه اللي تعجبك حطي، يعني البصل بيبقى جميل جدا في الحواوشي. طبعا كنت احب اقول لكم ان انا عملت لكم برضو الحواوشي بالعجين برضو في القناه، ان شاء الله كده تشوفوها وتعجبكم. نبتدي. اول حاجه انت بتجيبي الفول الصويا، بتنقعيه في ميه سخنه، وبعد ما تنقعيه في ميه سخنه هناخدها ونصفيه بالشكل ده كده. كده شكل الفول الصويا بعد ما صفيناه. طبعا ده ربع كيلو وبيزيد حجمه، وتحطي الكميه اللي تناسبك اللي انت عايزاها. اهو بالشكل ده كده، ونصفيه خالص من الميه دي، الميه اللي طلعت منه. هنبتدي بقى نخلي الفول الصويا ده كده على جنب. هنا البصل هنقطعه، نفرم فرم كده يعني ناعم. البصل هنفرم البصل، وهنقطع الطماطم وهقطع الفلفل، وهنشوف هنعمل ايه مع بعض. نبتدي بقى نجيب طاسه ونحط فيها شويه زيت، وهنضيف عليها البصل زي ما قلت لك براحتك، كتر البصل على قد ما تقدر. بعد ما ضفنا البصل هنضيف توم ونقلب على البصل ونشوحه شويه. ادي التوم. هنبتدي نضيف عليها التوابل ونقلب برضو كده. بعد ما ضفنا التوابل هنبتدي بقى بعد البصل يدبل شويه كده، نبتدي نفضل نقلب شويه كده، ونضيف عليه فول الصويا اللي احنا نقعناه وصفيناه بالشكل ده كده. كده بعد ما ضفنا فول الصويا على البصل، هنبتدي بقى نضيف اللحمه المفرومه، ونضيف الفلفل الالوان والطماطم. وطبعا هتظبط الملح بتاعه، الحياء بتاعه حسب الرغبه طبعا. ولو حابه تحط شطه، فلفل حامي، زي ما تحبي. لو انت حابه تعملي الوصفه من غير تعمليها صيامي من غير ما تحطي اللحمه، هتبقى جميله جدا ان شاء الله. كده انا ضفت اللحمه، وبعد كده هبتدي اضيف الخضار. بس انا مش هضيف الخضار على النار، انا عايزه الخضار يكون يعني ليه طعم كده، ما يتهريش مع الحواوشي، اللي هي الطماطم والفلفل الالوان. وكمان ضفت الجزر ده حسب ما تحبي تضيفيه. وهضيف كمان جبنه موتزاريلا حسب ما انت، برضو حسب ما انت عايزه تحطي. انا فضيت كده الخلطه. بعد ما فضيت ضفت اللحمه في حاجه كده عشان اقدر اقلبها كده مع بعضيها. يعني ما بسويش برضو اللحمه فيها قوي، هي كده السخونه، ولسه كمان هنحطها في الفرن. طبعا الاستخدام، احنا بنستخدم العيش اللي هو البلدي بتاعنا ده. لو عايزه تعمليها في العجين، انا عندي فيديو زي ما قلت لكم عاملاه حواوشي بالعجين. لو انت لكن العيش البلدي بقى، العيش البلدي بنجيبه بقسمه كده نصين، او ممكن تفتح الرغيف كده اهو من هنا كده وبتحشي الرغيف. بما ان الرغيف بيبقى كبير، انا بقسمه نصين كده. عايزه تعمليه على الطاسه من فوق العين، بيتعمل على الطاسه. لو هتعملي كميه ان شاء الله هوريكي ازاي هنعمله في الفرن. بنجيب صاجه وهنفرد فيه الارغفه بتاعتنا كلها. دلوقتي لسه فاضل الطماطم والفلفل الالوان والفلفل الاخضر، انا فرمته مع البصل. ونقلب كل الكميه كلها مع بعض، هتطلع لك كميه جميله جدا وموفره في نفس الوقت. فول الصويا ده هيوفر معاكي جامد قوي في اللحم. وبعد كده لما تيجي تحشي بقى الرغيف، هنكون محضرين الجبنه الموزاريلا دي. يعني دي اختياري من عندي، يعني مش عايزاها خلاص، دي حاجه كده اضافه كده من عندي. لو انت مش عايزه تضيفيها ما تضيفهاش. بس بنضيفها الجبنه دي لما تيجي يعني ايه تحشي الرغيف بالشكل. ادي الخلطه بقت جاهزه معانا كده. هبتدي بقى احشيها، وضفت لها الجبنه الموتزاريلا ان شاء الله. كده هحشي معاكم رغيفه العيش. انا كده قسمتها زي ما قلت لكم بالشكل ده كده، وحطيت لها كمان الجبنه الموتزاريلا.
بتحطيها لما تيجي تحطي او تيجي تحشي الرغيف بالشكل ده كده. هنحشي الرغيف بالشكل ده كده. طبعا ما تحطيش كتير عشان يستوي معاكي كتير. اهي بالطريقه دي كده اهو. وطبعا زي ما ذكرت ان انا عملته بالشكل ده كده علشان هما كده يعني اولادي او اي حد لما بيجي ياكل مثلا الحواوشي كده كده بيقسموا، فعشان كده انا قسمته من الاول كده اهو بالطريقه دي، وابتدي بقى ارصه في السيجار. كده هي شكل الصاجه. او ممكن لو عندك صواني بتدهنيها سمن، لا بتدهنيها زيت بالشكل ده كده. بتدهنيها زيت عشان ما يتحرقش من تحت، وبتدهني زيت كده، بتدهني زيت كده اهو من على الوش كده، سمن من فوق ومن تحت. وبعد كده بتحطيها في الفرن وبتسويها على طول. بتكون اسهل من ان انت تعمليها على الطاسه من فوق. لو انت عامله مثلا 5 ارغفه 6 ارغفه ممكن تعمليهم من فوق على الطاسه، لكن لو هتعملي كميه مثلا للعيله وكميه كبيره فانت المفروض تحطيها يعني في صواني وتدخليها الفرن على طول. يكون حشيت كل الارغفه زي ما انتم شايفين كده. نبتدي نحط عليها زيت وتدوسي عليها كده من فوق وتولع الفرن. ولازم يكون مثلا الفرن ما يكونش عالي قوي عشان ما يحرقلكيش العيش من تحت. تخلي النار تكون هاديه في الفرن عشان تسوي لك، عشان ما تحرقلكيش العيش اهو بالشكل كده. وتدوسي وهنبتدي كده تحطي الزيت من فوق الوش وانا فتحت الفرن وهحطهم واوريكم ان شاء الله الشكل النهائي باذن الله هيعجبكم جدا. انا حطيت الحواوشي كده في الفرن لما بيستوي على الناحيه التانية. الناحيه دي نقلبه على الناحيه التانية كده لغايه ما يستوي معانا بالشكل ده كده. وان شاء الله اوريكم الشكل النهائي لما يستوي معانا خالص في الفرن. الحواوشي بقى جاهز معانا بعد ما طلع من الفرن بقى بالشكل ده كده واستوى. شوف من جوه الطريقه دي الصوصه اهو بالطريقه دي سخن شويه اهو استوى على طول. يعني بتحبيه مقرمش او ناشف بالطريقه دي بتخليه كده. لو كده مش عايزاه طري ممكن تحطيه في علبه او في حله او في اي حاجه وبتغطيه هيطرى معاكي شويه اهو. الطريقه دي طريقه ان انت تحطيه في الصاج او فرلك واحسن. وهي مش هياخد معاكي مجهود غير الطاسه. انا جربته في الطاسه واحده واحده. طبعا انتوا عارفين الكميه كبيره اهي، الطاسه هتتحرق منك. بالنسبه للصاج تنظيفه سهل جدا. كنت منزله لك فيديو ازاي تنضفي الصاج، وكمان عامله فيديو خلطه روعه هتقدري تنضفي بيها الصاج ده على طول وهينضف ان شاء الله معاك. اتمنى ان تعجبك الوصفه. وصفه سهله جدا وبتاكليه طبعا لو مع الطحينه او سلطه بلدي. تعملي معاها سلطه بلدي بتبقى جميله جدا. ان شاء الله تعجبكم الوصفه وتجربوها. بشكركم جدا للمتابعه والى اللقاء مع وصفه جديده من وصفات سلمى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.